السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. أصدرت إدارة نادي سان جيلواز البلجيكي مساء السبت بيان تطرقت فيه إلى لاعبها الدولي الجزائري محمد الأمين عمورة. جاء ذلك يوما قبل تنظيم مباراة فريق سان جيلواز والضيف نادي كورتريا لحساب الجولة 14 من عمر البطولة البلجيكية. وقالت إدارة نادي سان جيلواز البلجيكي إن المهاجم عمورة مصاب على مستوى الكتف وسيغيب عن هذه المواجهة، دون تقديم توضيحات بشأن مدة العلاج الدولي الجزائري وابتعاده عن المنافسة. وكان عمورة قد تعرض لهذه الإصابة في مواجهة كلوب بروج الأحد الماضية، لكنه عاد بعد 4 أيام من ذلك، وشارك أساسيا ضد المضيف نادي لاسك النمساوية في مسابقة الدوري الأوروبي، قبل أن يقرر المدرب ألكسندر بليسين إعفائه من المشاركة في لقاء كورتريا. وكتف هذا البيان غيوم الشكوك والجدل بخصوص المشاركة من عدمها لعمورة في مواجهتي المنتخب الوطني الجزائري أمام الصومال والموزمبيق الخميس المقبل والأحد الذي يليها، في إطار الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم 2026. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بتعليقاتكم أسفل الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.